انت حر يا ممدوح، وانا مش ممكن اغصبك تعيش معايا، خصوصا ان في واحدة غيري في حياتك. اذا احنا متفقين نتكلم بقى في بعض الترتيبات اللي لازم تحصل. ترتيبات؟ ترتيبات ايه؟ يعني النفقة، مصروف ليكي وللأولاد. الولاد؟ أيوة، طارق وهشام. الولاد انا متنازله لك عنهم. انت بتقولي ايه؟ بقول اللي سمعته. بس ده مش ممكن. بالعكس، ده اللي المفروض يحصل. انا عارفه قد ايه انت بتحبهم وقد ايه هم متعلقين بيك. ايوه، لكن وجودهم معاك احسن، وانا متنازله لك عن حضانتهم. انت مش شايفه ان دي حكايه غريبه شويه؟ هي ايه اللي غريبه؟ موقفك يا سعاد. ازاي ترفضي حضانه ولادك؟ المساله بسيطه. انا دلوقتي بفكر بعقلي مش بقلبي، وما دام انت هتتجوز تاني يبقى ده حل كويس. حل كويس؟ طبعا، لانك بالطريقه دي هتوفر لهم الجو العائلي اللي هيتحرموا منه لو كانوا معايا. بس انت امهم. كانك ناسي انك ابوه. مش الفكره، انا قصدي يعني ان مهما كانت مرات الاب طيبه مش ممكن تكون في منزله الام مع الولاد. والله انا قلت رايي. شوفي يا سعاد، لو كان الموضوع موضوع فلوس اطمني، انا هتكفل بكل طلباتهم. الحكايه مش حكايه فلوس ولا طلبات. طب يبقى بقى ليه انت متحكمه بالطريقه دي؟ انا مش متحكمه، انا بدور على حقي. حقك؟ طبعا، مش من حقي انا كمان ابدا حياه جديده؟ مش يمكن اتجوز؟ تتجوزي؟ ليه لا؟ وطبعا في الحاله دي يبقى القانون بيديك الحق انك تاخد الولاد لو كانوا في حضانتي. يبقى الاحسن انك تاخدهم من دلوقتي. يعني ده رايك النهائي؟ ايوه. وفي حاجه تانية. ايه هي؟ انا اللي هسيب لك البيت. هتروحي فين؟ هعيش في بيت بابا. بس البيت ده من حقك انت. سيبك من حقي وحقك، من دلوقتي كل واحد فينا يدور على مصلحته. انا نافوخي هينفجر. واحده تعرف ان جوزها هيسيبها ويتجوز غيرها تقوم تسيب له ولادها؟ انا اللي مستغرب له لما فتحتها في الموضوع كانت في منتهى الهدوء. هي قلبها. تصوري ولا كأن الموضوع يخصها، كأني كنت بحكي لها حكايه واحد صاحبي. منتهى البرود. هو انا اللي كنت ناعي هم ازاي هفتحها. كنت فاهم انها هتصور، هتصرخ، هتقلب الدنيا. واللي زاد وغطى كمان قال هي اللي هتسيب لك البيت. اسمع يا ممدوح، انا عايزه اقول لك حاجه. ايوه يا سميحه. انا مش ممكن اعيش معاك في نفس البيت اللي كنت عايش فيه معاها. مستحيل، بقول لك مستحيل. يا ستي دي مسألة مقدور عليها، ممكن نشوف لنا شقة تانية. إنما المشكلة الكبيرة الولاد دول صغيرين وعايزين رعاية. ولا يهمك يا حبيبي، ما تنعش هم من ناحية الولاد. طارق وهشام في عينيا أنا. يعني موافقة؟ طبعا يا حبيبي موافقة، بس ليا شرط واحد. شرط؟ أيوة، شرط واحد ومستحيل أتنازل عنه. يا ترى إيه هو؟ زي ما قلت لك، مش ممكن أعيش معاك في نفس البيت حتى لو كان ده هيعطل جوازنا سنين. ما أنا لو كنت عارف إن ده هيكون موقفها ما كنت صرحتها قبل ما نلاقي لنا شقة واسعة تكفينا إحنا والولاد. ده صحيح. دي مصممة إنها تسيب البيت النهاردة. يبقى مين هياخد باله من الولاد؟ مين هيراعيهم وأنا في شغلي؟ طول ما أنا معاك ما تنعش هم، أنا اللي هراعيهم. أنتي؟ أيوة. إحنا مش هنعلن خطوبتنا قريب؟ طبعا يا حبيبتي. خلاص، يبقى ما فيهاش حاجة لما أروح واجي على البيت علشان أخد بالي منهم. أنت كده هتتعبي نفسك. ما فيهاش حاجة، وخصوصا إني ما بشتغلش، يعني وقتي هيكون ملكك أنت وولادك. مبسوط يا سيدي؟ دي آخر حاجة كنت أتصورها تحصل من البني آدم ده. يا بابا، إذا كان ممدوح طلقني فهو ما زال أبو ولادي برضه. سعاد، أنت لسه هتدافع عنه؟ أنا برضه عندي أمل. أمل في مين؟ في واحد يطلق ويخطب مسافة 10 أيام؟ ده زي اللي كان مستني يخلص منك. والنبي يا بابا سيبنا من الموضوع ده دلوقتي. أنا مش فاهم بس إيه اللي في دماغك ده، ولا كأن الموضوع يخصك. يعني هعمل إيه بس؟ خلاص، اللي حصل حصل. اللي حصل؟ لا يا ست سعاد، أنا لازم أطربعها على دماغه. يا الحكاية إيه؟ سايبة؟ قصدك إيه يا بابا؟ القانون هيكون فاصل بيننا وبينه. القانون؟ طبعا. أنا من بكرة هكلم المحامي وهفرجك على ممدوح اللي ما تمرتش فيه العشرة. ويخلصك يا بابا على آخر الزمن.
اقف انا وممدوح قدام المحاكم؟ واحنا كنا ضربناه على ايده وقلنا له طلق؟ انا مش ممكن اوافق على كده. كلام ايه ده يا سعاد؟ انت اللي بتقولي كده؟ طبعا انا زي ما قلت لحضرتك ان ممدوح برضو ابو ولاد يا بابا. يعني هو كان عمل لهم خاطر؟ انا معتبره ان ممدوح بيمر بازمه وان شاء الله هتفوت على خير. يعني خير ده بعد اللي حصل؟ انت متفائله قوي. انت اتضايقت مني يا بابا؟ اتضايقت منك؟ لا يا بنتي، ما تفكريش بالطريقه دي. امال ايه بس؟ انا عايز مصلحتك. مصلحتي انك ما تعملش حاجه من اللي بتقول عليها عشان خاطري. طيب بس على الاقل نبعت نجيب منه الولاد. انا قلت رايي في الموضوع ده قبل كده. ايوه بس دول من حقك دلوقتي. ارجوك يا بابا ما تزودش همي. على راحتك يا ستي، واما نشوف اخرتها. يلا يا طارق، تعال علشان اذاكر لك دروسك. مش عايزه اذاكر. الله، ليه يا حبيبي؟ انا اسمي طارق. طب ليه يا طارق مش عايز تذاكر؟ مش عايز حد يذاكر لي. طيب، طب تعال ذاكر لوحدك. لما احس اني عايزه اذاكر هذاكر من غير ما حد يقول لي. على كيفك يا سيدي، بلاش احاسب بقى، بلاش لعب في الفازة دي. ليه؟ هي الفازه دي مش بتاعتنا؟ عارفة يا سيدي انها بتاعتكم. خلاص يبقى العب بيها زي ما انا عايز. ما انت لو هتفضل تزق فيها بالشكل ده هتقع وتنكسر. وايه يعني؟ بابا يجيب غيرها. هو بعدين معاك، مش تخليك هادي كده وتسمع الكلام من اول مرة علشان احبك يا حبيبي؟ قلتلك قبل كده انا اسمي طارق. الله، انت ليه بتزعلني منك كده؟ انا مش زي مامتك يا طارق. ما فيش حد في الدنيا زي ماما. انا بحبك كتير قوي، قد ماما ما بتحبك تمام. وانا مش بحبك. ايه؟ انا بحب ماما وبابا بس. هو بعدين معاك بقى، انتوا هتجننوني ان كان انت ولا اخوك. ممدوح، ممدوح. ايوه ايه جرى ايه؟ بتزعقي ليه يا سميحه؟ اتفضل يا سيدي، لا عايز يذاكر ولا عايز يسمع الكلام، واكلمه كلمة يديني 10. هجتها. طيب معلش هدي نفسك. ادخل اوضتك يا طارق عند هشام. والله يا بابا ما عملت لها حاجه، دي كل شويه تقول لي انا زي مامتك. قلت لها مفيش حد في الدنيا زي ماما. في حاجه دي؟ ادخل اوضتك يا طارق وكفايه بقى، عيب. يعني انا غلطان يا بابا؟ طبعا غلطان، وانا زعلان منك ومخصمك. يلا اتفضل على اوضتك. ايه الظلم ده بقى؟ لو ماما كانت معانا كان يحصل كده؟ انت كده مش معقول ابدا. معلش يا سميحه، بكره يتعودوا عليكي. بالتأكيد امهم بتحرضهم عليا. لا يا سميحه ما تقوليش كده. سعاد مش من النوع ده، دي ست عاقله ومتزنه ومش ممكن تعمل كده. انا عارفها كويس. يعني هي عاقله وانا مجنون؟ يا ست انا ما قلتش كده. امال قصدك ايه؟ وبعدين معاكي، احنا هنزعل من دلوقتي. ما هم ولادك مش طايقني يا ممدوح. ما تاخديش في بالك يا سميحه، بكره لما نلاقي لنا شقه ونتجوز ونقعد كلنا مع بعض طول الوقت هيعرفوا انك حليتي محل امهم وهتبقوا مع بعض سمنه على العسل. مش باين. مالك يا سميحة؟ اللي يشوفك قاعدة كده يقول انك شايلة هموم الدنيا كلها على دماغك. والله يا ليلى ما انا عارفة ايه اخرتها. هي ما نصحتك لكن ما سمعتيش كلامي. على كل حال اديكوا لسه مخطوبين، يعني لسه على البر. انت بتقولي ايه؟ ان كنتوا مش متفاهمين مع بعض كل واحد يروح لحاله. ايه؟ هو يا دار ما دخلك شر. احسن بعدين يا سميحة ترجعي وتندمي. لا يا ليلى، ممدوح انسان طيب، بس الولاد ما عندكيش فكرة. ما هو ده اللي انا كنت عاملة حسابه. عندك امبارح مثلا طارق كان تعبان شوية، ها؟ جات له نزلة برد. تصوري ما رضاش ياخد من ايدي الدواء ابدا. ياه، للدرجة دي؟ ويا ريت على كده وبس، الا طول النهار على كلمة عايز ماما، هاتولي ماما، لحد ما ربالي الصداع في دماغي. وبعدين عملتي ايه؟ اتصلت بممدوح بالتليفون. في مكتبه؟ هعمل ايه؟ بس ما يصحش يا سميحة تزعجيه في شغله بالطريقة دي. المهم فهمته الوضع بالنسبة لطارق، وقلت له يبعت لمامته علشان تجيله، وانا هخرج من البيت على ما تيجي هي. تفتكر يكون رده ايه؟ مش عارفة. قال ايه؟ سعاد في شغلها دلوقت وما يقدرش يخليها تسيب الشغل وتيجي. غريبة، مع انك قلتيلي انها ما بتشتغلش. ما انا كنت فاهمة كده لاخر وقت،
لازم بقى بعد ما انفصلوا عن بعض اشتغلت. هو ده اللي حصل. شفتي بقى؟ طب ودي تزعلك في ايه؟ ايه؟ بقى هي تتخلى عن ولادها وتخطط لمستقبلها، وانا اقعد لها بيهم زي الشغاله؟ ويا ريت كمان طايقني. وبعدين ايه اللي حصل؟ قلت له مادام مش عايز تبعت لها، ها؟ تعال انت وشوف لك حل مع ابنك. إيه؟ احسن ترجع مش هتلاقيني في البيت. يا خبر يا سميحة. ومسافه السكه كان في البيت. انت ما تفهميش حاجه في معامله الاطفال. انت بتسمي ولادك دول اطفال؟ دول عفاريت. انت اللي بتعنديهم. ايه؟ انا بعاندهم؟ طبعا، دول كانوا في منتهى الهدوء والنظام مع امهم. والله ما اعرفش بقى، انا اعصابي تعبت. ضروري اعصابك تتعب لانك دايما بتتخانقي معاهم. انا متحمله اكتر من طاقتي. انا بقوم بدور الام من قبل ما اتجوز، وده مش معقول ابدا. زهقت. ايه؟ كنت فاكر اني هكون اسعد من كده، لكن للاسف. ومين السبب؟ انا ولا اللي مشيلاني هم ولادها؟ والله ما انا عارف انت ولا هي. يمكن اكون انا. مفيش غير حل واحد، هروح لها. هروح لسعاد. سميحة مش معقول. معقول ونص. طب وهتروحي لها ليه؟ علشان اقول لها تاخد ولادها وتسيبني انا وممدوح في حالنا. ده انا ولا كأني مخطوبة. انت اتجننتي يا سميحة. ثم ان ممدوح مش ممكن يوافقك على كده. ممدوح مش هيعرف حاجة. انا ما خدتش رأيه، وهاخد رأيه ليه؟ دي حياتي انا. سميحة اعقلي يا سميحة يا اختي. هو انا بقى فيا عقل؟ دول جننوني. انت ناسية انهم ولاده. هو انا كمان خطيبته وليا حقوق عليه. اهلا وسهلا، انستي وشرفتي. انتي شايفة كده؟ طبعا، ودي فرصة عشان اشكرك على رعايتك للولاد. دول كل ما يزوروني مالهمش سيرة غيرك. من غير لف ودوران. تسمحي نتكلم بصراحة؟ انا تحت امرك. تقدري تقولي لي ليه مش عايزة تاخدي ولادك؟ ممدوح عارف السبب. احب اعرفه منك، واظن ده